مساء الخير عليكم. ولادك زهقوا من الاكل التقليدي ونفسهم يدوقوا حاجه بطعم جديد ومختلف. تعالي اعملي لهم العشاء ده، وكمان ينفع غدا سريع جدا وسهل بالطعم الاسيوي، طعم المطبخ الاسيوي. طعمه حلو جدا وسريع، مش هياخد منك اي وقت ولا مجهود، وكمان حاجه جديده ومختلفه ان شاء الله هتعجبك. جبت طاسه وحطيت فيها شويه من الزيت ونزلت عليها بصل، قلبته كويس جدا، وبعد كده قطعت فلفل الوان احمر واخضر واصفر ونزلته وقعدت اشوح فيه مع البصل تشويح بسيط، مش هقلب كتير. اكون مجهزه معايا صدر دجاجه مقطعاه مكعبات صغيره زي ما انتوا شايفين، هنزله واشوحه كويس جدا مع البصل والفلفل الملون. هتبله بقى بملح وفلفل اسمر وبابريكا ورشه بسيطه يعني من الملح، ما تكتريش عشان لسه هنضيف حاجات تانية، وقلبهم مع بعض كويس جدا. هنا بقى هنضيف معلقة كبيرة من الصويا صوص، وهنضيف معلقة من زيت السمسم، وهنقلبهم كويس جدا، وهنرش كمان عليهم رشة من السمسم علشان تدي شكل حلو وتزود الفايدة، ويبقى شكله يفتح النفس ان هما ياكلوه. وبس كده الوصفة بتاعتنا تبقى جاهزة، سهلة جدا وسريعة. قدميها بقى مع اي رز، مع مكرونة، مع شيبسي، مع بطاطس مقلية، هتعجبهم وبألف هنا وشفا.